انت كلب رزل. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده فيديو جامد جدا، جايب لكم فيه ابلكيشن بيعلم قواعد الانجليزي. البرنامج اللي انا جايبه النهارده يعني ناس نصحتني بيه، وبالفعل لما شفت له صور شكله بجد جامد قوي. ومن غير ما اقول لكم، اكيد الفيديو ده من ضمن سلسلة ازاي تطور من لغتك. يعني انا ما اعرفش اي حاجة عن التطبيق ده، بجربه معاكم لأول مرة وهقيمه معاكم في آخر الفيديو بناء على وجهة نظري الشخصية. مش هطول عليكم، قبل ما نخش الفيديو انزل تحت ادعمني بلايك واشترك في القناة. يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. مش هطول عليكم، انزل تحت وادعمني بلايك واشترك في القناة لو كنتش مشترك، ويلا بينا نبدأ. تمام، هو ده التطبيق، اسمه English Grammar، والايقونة بتاعته مكتوب عليها 12 tenses، يعني 12 أزمنة. فندوس عليه ونقول بسم الله. اوكي، ايه ده بقى؟ اوكي ماشي، كاتب لي فوق على الشمال الباست والبريزنت والفيوتشر، ومن تحت كده على الشمال السيمبل والبرفكت والكونتينيوس والبرفكت كونتينيوس. اوكي تمام، يعني ماشي، انا اعمل ايه بقى؟ لو دوسنا على المربعات اللي فوق دي enrich your vocabulary، دي تقريبا ألعاب وpractice listening daily editors choice for learning. دي برامج. انا بحسبها ألعاب او بحسبها حاجات من ضمن الابليكيشن، لكن لا، بيقول لي انزل برامج تانية. تمام، الفي اي بي نسخة في اي بي. اوكي، وواحد اتنين تلاتة اعتقد multi choice time arranging sentence time. اوكي، نو هاي سكور تقريبا عشان انا لسه ما بدأتش. تمام، احنا ايه دي؟ 3-2. انا دوست على القبعة اللي فوق على الشمال انفيل داتا كاشي. اوكي، ما معرفش، بس خلينا ندوس على الباست وناحية السيمبل. باست سيمبل. اوكي، باست سيمبل a verb tense the second principal part of a verb indicating action that occurred in the past and which does not extend into the present. اوكي، يعني انا مش عارف اترجم لكم ولا انتوا هتبقوا فاهمين. يعني طبيعي ما دام انتوا بتدرسوا القواعد، فزي ما قلت لكم طبيعي تبقوا فاهمين شويه الانجليزي. يعني لو انتوا كنتوش فاهمين الانجليزي خالص، فساعتها ممكن التطبيق ده ما يبقاش ليك قوي. المفروض بقى تروح تبتدي تتعلم الانجليزي من الصفر خالص بقى، او انجليزي مبتدئين. وانا عملت برامج كتير جدا عن ازاي تطور من لغتك من الصفر خالص، هتلاقوها في السلسله بتاعت ازاي تطور من لغتك. هنا قواعد عشان لو انت تعرف في الانجليزي كويس او متوسط او تحت المتوسط، وعايز بقى ايه تلم القواعد بتاعتك. في example، اديني مثال. تمام، action in the past example I saw a movie yesterday، يعني انا شفت فيلم امبارح. يمشي يمين example he went to a cafe sat down and ate a cake. اوكي، على اليمين duration in the past I live in Brazil for 2 years. يعني بيجيب لك امثله من كذا حاجه. فانا عاجبني الفرايتي اللي فيه، او عاجبني التنوع اللي فيه. facts or general in the past example he didn't like tomatoes before، يعني هو ما حبش الطماطم قبل كده. عموما الكلمة دي facts or generalizations in the past، بس أنا بحب أهزر بس. وآخر حاجة when I paid her $1 she answered my question، لما دفعت لها دولار هي جاوبت على سؤالي. تمام، وفي practice أختار ما بين إجابتين ولا أرتب جمل. خلينا نختار ما بين إجابتين. they بعد كده blank home very late last night. اختار انا واحدة من got getting or getting get، فهتبقى got عشان ماضي. check، صح. اوكي، الصوت عالي، نوطي شوية. next she blank a child but now she is very outgoing، هتبقى she was shy. if he blank me I couldn't hear. if he called الماضي من call. تمام، انا هكمل دي على السريع ونرجع للاخر. I'll be back. تمام، انا ما خلصتش بصراحه، عمال احل وهو ما بتخلصش، مش عارف ما ليها نهايه ولا ايه. بس عجبتني الاسئله، هي زي ما قلت لكم بتحتاج واحد فاهم بس انجليزي شويه عشان يفهم الدنيا. انا بالنسبه لي القواعد. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عملت حاجه وجت. ايوه، ايه دي بقى؟ دي تقريبا الاسئله اللي جات لي، او الاسئله اللي انا جاوبتها صح، مش عارف. المهم انا كنت عايز اختار التانية اللي هي arrange sentence، فهكون جمل. بس انا كنت عايز اقول لكم، انا برضو بالنسبه لي القواعد دي حاجه حابب اطور نفسي منها. فانا بالفعل بختبر التطبيق ده هل هيطور من القواعد عندي ولا لا. friends to my Paris a week ago went. اوكي، my friends went to Paris last week. a week ago last week مين؟ check، صح. اوكي next. 75 years later. اوكي، فانا خلصت لعبت شويه بعد كده خلاص.
فانا عايز اجرب حاجه من تحت زي البيرفكت والكونتينيوس وكده، ولكن انا هجيب البريزنت سيمبل بس عشان اقارنها بالباست سيمبل، ايه الفرق بينهم، او هو البرنامج جايب لي الفرق ازاي. اكزامبل وفي بقى الاختبار على طول. فانا هجيب الاكزامبل شرح زي اللي فاتت، والمثال they drive to the office every day، يعني هما بيروحوا للمكتب كل يوم. فانتوا لو لاحظتوا دي حاجه بتحصل، دي مش حاجه في الماضي، يعني هو مش بيقول لك هما راحوا المكتب مثلا امبارح، دي كده هتبقى ماضي. هو بيقول لك هم بيروحوا كل يوم، فهي في البريزنت. فاهمين؟ اوكي. شفتوني وانا بشرح. cats like milk، يعني القطط بتحب الحليب. she works in bank، هي بتشتغل في البنك. فزي ما قلت لكم لو لاحظتوا هي حاجات بتحصل في الوقت الحاضر ده او حاجات حقائق. انا هجيب practice واجيب المالتي تشويس. كاليفورنيا مسافة in the United Kingdom. كاليفورنيا is not in the United Kingdom، هتبقى is not. okay. my friends often blank nice posters. my friends often draws. اوكي تمام. ده اخر سؤال، حليت كذا واحد فنختم بده. she فراغ football but she doesn't play tennis. she plays football but she doesn't play tennis. اوكي خلصنا. نطلع ازاي؟ ايه السيرش دي؟ انا اكتب ايه مثلا؟ اكتب وين مثلا. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ اوه والله بصوا الحاجات اللي بتيجي صدفة دي جامدة اوي. انت جايب لك الفعل ذات نفسه والماضي منه والتصريف التالت وكده. فمثلا جو تبقى went وجون، awake هتبقى awoke بعد كده awoken، ودي الحاجات اللي بحرف الدبليو بس. فايه ايه الجمدان ده؟ واكتشفتها بالصدفة. طب هل هي موجودة بره؟ عشان هي لو مش موجودة انا هزعل. فهي شكلها فعلا مش موجودة بره. اوكي لو انا دوست حلو لو دوست على الباست بيجيب لي ان انا ممكن اعمل اختبار عن كل حاجه تخص الباست بقى. فهتبقى الباست سيمبل على البريزنت. اوكي وجايب لي خط احمر فوق. ده تايمر، ده بينقص. حلو، يعني الاسئله دي بتخلص. فانا طبعا ممكن احلها كلها. انا هحل سؤال واحد واطلع. وي فراغ buy a larger house if we had more money، تبقى might. صح. اوكي تمام الحمد لله. طلعناش ماشي. فانا هطلع مش هكمل. بس دي حاجه حلوه. ممكن برضو اعمل اختبار على البريزنت، ممكن اعمل اختبار على السيمبل، فاللي هو الباست سيمبل، البريزنت سيمبل، والفيوتشر سيمبل. ممكن اعمل على البيرفكت. فحلو، احنا تعالوا كده نجيب واحده عشوائيه. نجيب مثلا البريزنت كونتينيوس، ولا لا خلينا الفيوتشر future continuous. فتيجي كده نعمل examples. شوف هيقول لي I will be watching TV when she arrives tonight. Tonight at 6 p.m. I am going to be eating dinner. جات الموازية I am going to be studying and he is going to be making dinner. نعمل كده practice multi choice. Tomorrow at 3 o'clock Josh will be cooking. This time tomorrow we فراغ on the beach. I can't wait. This time tomorrow we will be sitting. اوكي نطلع. لذيذة. هو ده التطبيق، مفيهوش حاجات كتير، الواجهة مفيهاش كتير. خلينا نشوف الباست perfect continuous. used to show that something started in the past and continued up until another time in the past. يقول لك حاجة حصلت في الماضي بس استمرت لوقت تاني في الماضي برضو. example نشوف أمثلة على السريع. if it hadn't been raining we would have gone to the park. لو هي ما كانتش بتمطر، لو هي ما كانتش مطرت أنا آسف، احنا كنا هنروح البارك، الحديقة. آخر مثال he said that he had been singing، يعني هو قال إن هو كان بيغني. practice multi choice. I مسافة. أنا حاسس إن أنا هغلط كتير في الجزء ده، فربنا يستر ومش هشيل حاجة من المونتاج زي ما تيجي وعلى الله. I فراغ pre medicine but I were been studying. I had been studying. I have been studying. فهتبقى I had been studying والحمد لله والإجابة صح. ناخد دي كمان ونطلع عشان مش عايزين نغلط. فراغ you would have heard that the report was needed on Monday. فدي أعتقد الأخيرة. الله أكبر. ايش نطلع. هو ده البرنامج. أنا بصراحة مش عارف أنا عايز أجيب بتاعت إيه دي. thank you for your time to use. أوكي ماشي. عايز ريت. انا عايز اشوف بس بتاعت اللي هي السيرش اللي هو التصريف التاني والتالت وكده. لازم اخش في حاجة مثلا بعد كده ادوس على السيرش. فين السيرش؟ طيب براكتس. لازم اخش كمان في امتحان. ماشي. هو اعتقد جايب لي السيرش دي جوه الاختبار علشان لو في كلمة وقفت معايا مثلا وعايز اشوف الماضي بتاعها
اجيبها من هنا، فانا ممكن اكتب مثلا ريد، وما ينفعش ادوس انتر، لو دوست انتر بتتلغي. تمام، فتبقى ريد ريد سبريد سبريد سبريد. ف قشطه. دي عجباني جدا بصراحه، ان اي كلمه هتيجي في بالي ممكن اكتبها ويجي الماضي بتاعها والتصريف الثالث. فانا عايز ادور على كلمه دلوقتي. هو انت ليه لما بتيجي تفكر بتقعد تبص في السقف يا صاحبي؟ يعني انا مش عارف بصراحة. يعني في حاجة بتغششك فوق مثلا ولا يعني الموضوع مش مريحني بصراحة. بلاي مثلا، بلاي كلمة سهلة وما جابهاش. ليه ما جابهاش باشا؟ ماشي، ما علينا. فمثلا نجيب ايه تاني؟ لازم اجيب كلمة. ممكن نكتب مثلا نو. اوكي، نو نيو نون. فتمام، هو ده الابليكيشن. تمام، هو ده التطبيق على الجوجل بلاي، بس مش عارف ليه مش راضي يفتح، عمال يجيب لي something went wrong مع ان في نت وكل حاجه. فممكن قشطه البتاع معلق. ولكن انا عن نفسي لو كنت هقيمه، فانا هقيمه مثلا برضو بتبص على السقف. ممكن 4. يعني السوليد 4 ديسنت قوي للبرنامج، او 3.8 مثلا. يعني البرنامج عاجبني اللي هو ستريت، يعني برنامج مباشر، لا هيجيب لك بقى انيميشن ولا بتاع. مع اني بحب الانيميشن في البرامج عموما، ولكن هو كان بسيط جدا، واجهة بسيطة زي ما تقولي. هو برنامج لغرض معين. انت هتخش برنامج، مش هنجيب لك بقى شوية ألعاب والجو ده، انت هتلاقي الحاجات قدامك وشكرا. مش ده الشرح اللي انا كنت منتظره. علشان في برامج تانية انا ناوي اعمل لها فيديوهات بتديك شرح ابن لذينه، اللي هو انت هتفهمها يعني غصب، هتفهمها يعني هتفهمها. فده حاجة مبسطة كده، زي ما تقولوا على السخان او على اللذيذ كده. فبس هو ده التطبيق. انا بقيت بحس ان 4 كتير عليه، هو 3.5. 3.5 حلو. انا قررت وانا بمنتج الفيديو ده ان انا هدي التطبيق نجمتين، مش 3 ومش 4. ليه اديته نجمتين في عجالة كده؟ هم علشان سببين. اول سبب ان انا حسيت ان في برامج تانية انا جربتها احسن منه، وانا اوريدي اديتها 3 مثلا، فاكيد مش هساوي ده بيها، فمنطقي ان هو هيبقى 2. تاني حاجة، ما حسيتش ان في شرح من التطبيق خالص لاي قاعدة. يعني هو بيديك مثلا اسم القاعدة ونبذة صغيرة عنها وكم مثال، بعد كده يدخلك في اسئلة على طول. وده بالنسبة لي مش كويس قوي. في برامج تانية كتير بتديك شرح مفصل لكل قاعدة، فبرضو اكيد مش هساوي ده بيهم. فانا قرار نهائي التطبيق ده هياخد نجمتين. طيب يا سيدي شكرا كفاية. وطبعا هتلاقوا اللينك بتاع التطبيق ده تحت في الوصف. وخشوا برضو على سلسلة ازاي تطور من لغتك، هتلاقوا برامج كتير جدا هتعجبكم. خشوا بصوا بصة كده، ومش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده. انزل تحت ادعمني بلايك واشترك وفعل الجرس، وبس كده خلصنا. سلام.